إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. أنا أقول له: يا حبيبي، هذا الجسد ملكك، افعل به ما شئت، لكني أسألك أمرين: أن ترزقني الصبر على الابتلاء والأجر عليه. أخشى أن يخرج من فمي كلام لا يرضيك يا حبيبي، ولله المنة والفضل. يعني أنا حدثوني على سبيل المثال كم عملية يعمل، قلت له 36 عملية. الله يشفيك إن شاء الله يا والله شيخ. الله يشفيك. ما عرفت الله إلا به. كيف ذلك؟ ذقت حلاوة القرب منه. يعني كنت بعد العملية أقول له: يا حبيبي، وعزتك بفضلك وجودك وكرمك لن تسمع مني حتى ألقاك إلا كلمة واحدة: اللهم لك الحمد. ما بذكر نهار قلت له: يا الله. ماذا تقول؟ حبيبي، يا حبيبي، والله أحبه حبا لا يعلمه إلا هو. فأقول له: يا حبيبي، خذ مني ما شئت وامنحني رضاك، خذ مني ما شئت وامنحني هداك. لحظة في رحاب قدسك خير لي من الدنيا وما فيها.